أسعد الله مساءكم. معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو المهندس وكاتب مصري من الدنمارك، وهو المهندس محي الدين غريب. أهلا بيك يا باشمهندس. شكرا وشكرا لاستضافتك وشكرا كمان لانك بجانب ان انت بتستضيفي الشباب، بتستضيفي العواجيز اللي زي اللي 80. وانا طبعا يسعدني جدا ويشرفني ان انا انضم للعواجيز اللي انت عملت لهم حوارات، مع الفارق بيني وبينهم، زي الدكتور سعد الدين إبراهيم والمرحوم جورج إسحاق والدكتور أبو الغار والدكتور ممدوح حمزة. دول اللي أعرفهم يعني. أيوة. فدي نشكرك جدا أن أنت. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها قبل ما أنسى، البرنامج بتاعك ده حقيقة توثيق تاريخي للمعارضة، وأنا يعني بقترح وأتمنى أنه حد يعمل مع حضرتك حوار، لان انت اهم من كل الحاجات دي. لان انا عندي شخصيا اسئله كتير، وانا بقترح مثلا حد محترف زي بلال فضل مثلا، او وانا كمان انا مستعد، عندي اسئله مهمه كتيره لو حبيتي، لانه انت الفجر الاساسي في مساله توثيق اللي هي ما حصلتش، واعتقد لاي حد باحث او ايا كان هيرجع للتاريخ، الحاجات دي هتبقى مهمه جدا. الله يخليك. الحاجة يعني الأخيرة، أشكرك. الله يخليك، الحاجة الأخيرة، أتمنى أن يبقى في تكست بالإنجليزي في كل الفيديوهات بتاعتك، عشان نتواصل مع الأجيال الصغيرة اللي هي تكون ممكن شوية في العربي يعني. اتفضل. حقيقي. طبعا دي مشكلة، إنما ابتدت تتحل، يعني ابتديت أشوف لها طريقة، آه يعني نترجمها إنجليزي. جميل جميل. ماشي. طيب، أنا يعني أشكرك على المقدمة دي. بس أنا عايزة أبتدي من الآخر مع حضرتك. اتقبض عليك في مصر سنة 21 أعتقد، أو 23. إمتى؟ 21 21. نوفمبر 21. حصل إيه وليه اتقبض عليك؟ يعني قبل ما اقول ان اللي حصل ده حاجه ولا حاجه بجانب للناس العظماء اللي حصل لهم، لان انا كل اللي حصل ان انا ليله بس اتحبست فيها، نتيجه طبعا ان انا معايا الباسبور الدنماركي. فطبعا كانت اللي حصل ان هي زي ما يكون حد مش عجبه كلامي، نتيجه الكتاب الاخراني اللي كتبته عن ثورات الربيع، وكان يمكن يكون في نقد طبعا للنظام اكيد يعني. وما رضوش يحطوه في المعرض. انا دايما بحط كتبي في معرض الكتاب اللي في أيوة. القاهره، فما اترفض من المعرض. فانا مش عارف الحقيقه السبب، لان هو ده تيبيكال مصر، النظام اللي في مصر من ايام عبد الناصر. تيبيكال ان هو ما يردش عليك، ما فيش شفافيه، ما يقولكيش اي حاجه. اللي حصل باختصار يعني حاجه بسيطه قوي، ان هم وانا داخل راح واخد مني الباسبور، وانا كان معايا مراتي المدام، وراح عازلنا عن بعض، وابتدى بقى يعمل في الشغل السكوبات بتاع الامن الوطني. هو كان الامن الوطني عنده مكتب هناك، وانا حاطط صورته أيوة. لان صورته من غير ما ياخدوا بالهم، لانه طبعا خدوا مني التليفون. كل ما انا متضايق منه ان هو سابوا مراتي في حاله وحشه قوي من غير ما يقولوا لها اي معلومات، وسايبينها بره. وطبعا خدوا مني التليفون والباسبور. وحاولت كذا مره. اللي نفعني ان انا بطلع كل شويه ازعق واقول ان انا عاوز محامي، وان انا عاوز الحاجات دي، لان انا وفي نفس الوقت مش عاوزين يقولوا لي السبب. الحاجه الثانيه ان هم حطوني في اوضه قذره جدا، وجابوا كل شنطي علشان جزء برضو نفسي يعني، ان هو يوحي لي ان انا هبات هنا، وانا كان مستعد اموت ولا اباتش في الاوضه دي. اوضه قذره جدا.
ولكن كان عاوز يعني يحاربني بالطريقة دي. الأوحش من كده إن هو خد منه الدواء، دواء القلب بتاعي، ايوه. وحاولت أفهمه إن ده مهم وبتاع. وكل ما كنت أروح الحمام كان لازم العسكري يجي معايا، وكان قاعد معايا جوه العسكري. باختصار، ومش مفروض نضيع، لأنه كل اللي حصل إن هم لغاية الساعة 2 3 الصبح يعني أفرجوا عني، وما عرفتش أي سبب. ورفعت طبعا قضية عليهم من الدنمارك إن هو. ونتيجة صديقي العظيم ممدوح حمزة اداني تليفون بتاع واحد اسمه خالد علي، خالد علي، طبعا. طبعا المحامي طبعا مشهور محامي أوي. طبعا. وكان راجل عظيم جدا. انما يعني في خلاصة الكلام قال لي هم لو عاوزين يعملوا لك مشكلة هيعملوها لك، سواء معاك الباسبور الدنماركي او لا. انا كنت فاكر يعني بضحك. قال لي ممكن يعني. الحاجة التانية طبعا كان العذر بتاع هنا هو في الدنمارك. أنا قمت مكتب محاماة بيعمل القضايا السياسية بالذات دي، وقام وعمل. طبعا ما ترد عليهم ولا مرة، الكلام ده بقاله أكتر من سنتين، وما تردش، وبنبعت صورة للسفارة وما يردوش، ما فيش أي كلام. لغاية ما اتصلت بوزارة الخارجية. وزارة الخارجية قالت لي أنت نتيجة معاك إن أنت باسبور دبل، اسمه مزدوج الجنسية. ايوه. فإحنا فقلت لهم يعني إن يعني أنا معناها أروح أسقط جنسيتي؟ أنا مش عاوز أسقط جنسيتي. المهم يعني دي الخلاصة السريعة. إنما ما بس حصليش، ما حدش لمسني، ما حدش عمل، لأنه كنت بزعق كل شوية. إنما كانت محاولة يعني لا، ما للملاحقة. هي محاولة لإرهابك يعني. بالظبط، ما فيش شك. هل كان الدخول بباسبور مصري؟ كان معاك لا لا الباسبور لا، انا المصري عمري ما كان عندي باسبور مصري. كمان؟ وانا نتيجه ان انا مسؤول عن جزء من الجاليه هنا، فدايما بقترح عليهم ما حدش يمشي باثنين باسبور. بمنتهى الخطوره ان انت، فيا اما الباسبور المصري يا اما الباسبور. انا عمري ما كان عندي، لان انا لاجئ سياسي من زمان 54 سنه. واتاخد مني يعني بعد ما خلص الباسبور خلاص لا قدرت اطلعه ولا اعمله. من ساعتها ما عنديش يعني. واو. طيب، حضرتك خلصت، يعني نرجع بقى لورا. خلصت هندسة في جامعة عين شمس، وقلت إنها طبعا من أجمل مراحل الشباب. آه، حقيقي. ليه شايف إن الدراسة في الجامعة كانت كده؟ انت كمان لازم كده بتبقى مرحله ما فيش مسؤوليه. انت قاعده في بيت اهلك، يعني عاده او معظمنا. حاجه التانية انه إن بتنطلقي، والامل اللي عند الواحد طبعا قبل بقى ما الواحد ما يخش في المعارك، ويشوف الواقع. انما كانت انطلاق جميل. لذلك لما تقابلنا بعد 50 سنه، كان في الانيفرسي بتاع التخرج بتاعنا في سنة 68. كانت حاجة لا تصوري. كلنا عيطنا، كلنا بكينا لما قابلنا بعض بعد 50 سنة، إلا بعد 40 ولا بعد 50. فكانت أنا أفتكر إن هي وأنا يعني أنصح إن لازم الواحد يستمتع بيها ما أمكن، لأن sooner or later هتروحي داخلة في المعمعة. صحيح. صحيح. طيب، يعني أنا ابتسمت كتير لما قريت حضرتك بتقول دعيت للعمليات العسكرية سنة 67 تحت قوانين الطوارئ. حصل إيه؟ احكي لنا عن الفترة دي. الفترة دي أنا كاتب في كتاب اسمه فراعنة في الدنمارك. نعم. ودون هو الكتاب دون فيه تقريبا تفاصيل كلها. هي كل اللي حصل ان هو اثناء الوقت ده، انا اولا كان عندي وظيفه، لحظي الجميل عندي وظيفه جميله، عندي عربيه فيها الشريط بتاع القطاع العام. لو فاكره انت أيوه. كنت عايشه في مصر في الفتره دي ولا كنت فين؟ أيوه. أيوه، كنت في كنت في مصر. مصر. فكان يعني انا ما كانش عندي اي اكسكيوز ان انا لا هاجر ولا ابقى لاجئ سياسي ولا اي حاجه. فالمهم، لكن لما دخلنا كان كل شركات المقاولات، انا كنت في شركه النيل للطرق الكباري بتاعت مقاولات. كل الشركات اللي فيها مقاولات لازم غصب عنها تبقى تحت الجيش. ودي كان معركه حرب الاستنزاف اياميها.
فرحت بلاد عمري ما سمعتها ولا شفتها على الخريطة، صان الحجر، سرابيوم، أبو ابو صير. السوير، آه. حاجات مهمه يعني. وطبعا خلي بالك انا بتكلم على شاب صغير لسه بتخرج يعني. أيوة طبعا طبعا. مهم يعني. فلما اللي انا عاوز بس اقوله انه كنا في بلد اسمها سرابيوم، وانا لذلك عامل فصل اسمه سرابيوم 1200 في الإسماعيلية. في الاسماعيليه. لان ده كان بنعمل الدشم بتاع الصواريخ تحت الارض، وبنعمل المدقات بتاعت المطار بتاعت الطيارات، بنغير الاسفل. المهم يعني كنا بنحتاج ان احنا نعمل، كانت حاجه مش لا صعبه ولا اي حاجه. كل المشكله انه اول ما تضرب الغاره، جميع العساكر اللي لابس الزي العسكري عنده الخنادق بتاعته، ما عدا احنا بتوع المهندسين واللي بيشتغلوا العاملين نفضل في الطل. فكنا كذا مره بنتعرض. مدنيين يعني. مم. مدنيين ما لهمش اي حاجه يعني، ولو مات خلاص مش. فكنا، هي دي بقى اللي عملت نقطه تحول عندي، واللي خلتني الحقيقه اقول انه ما فيش فايده، لان البلد مش فارقه معاها احنا المدنيين. طب بتحارب لمين يعني؟ حاجة تانية كانت برضو أثرت فيا، إن كنا بنستخدم الفلسطينيين اللي بتوع غزة كانوا في المنطقة دي موجودين في الجزء بتاع سيناء، وكانوا بيساعدونا. بنجيب نوع من الطوب والحجر والسن علشان المرم، عشان المدقات بتاعت. فكانوا بيجيبوا لنا الحاجة، يعني بيساعدوا في التمويل بتاع المواد يعني. ولكن كنا بنلاحظ ان كل مره نصب الخرسانه في قاعده بتاعت القواعد بتاعت الصواريخ اللي كنا بنعملها، تاني يوم في وقت معين بالظبط تضرب. المهم اكتشفنا في الاخر للاسف انه هؤلاء الفلسطينيين للاسف دول بياخدوا فلوس، بيقولوا لهم احنا خلصنا الحاجه امتى. للاسف برضو انا كاتب عنها في الكتاب الحته دي، من الحاجات اللي هي وجعتني قوي يعني، ان هم كانوا بيتجسسوا علينا. ولذلك جميع الحاجات اللي عملناها كانت قبل ما تنشف الخرسانه بتشك في وقت من الاوقات، كانت بتتضرب. يعني عمليه متظبطه قوي يعني، للاسف. ده بالنسبه للجزء ده يعني. مم. وبعدين أخذت قرار لجوء سياسي خارج مصر، سافرت ايوه. على باريس والدنمارك. هو الدنمارك الأبلة الحقيقة. الدنمارك نتيجة إنه كانت، أنا ما كناش نعرف الدنمارك فين على الخريطة، مم. نتيجة إن هي صغيرة أوي. ولكن كانت هي الوحيدة اللي بتدي 3 أشهر فيزا بسهولة يعني. فأخدناها، وأنا متأكد إن هم طبعا بيتكلموا إنجليزي يعني. في حاجة اسمها، ما فيش حاجة يعني. كانت معلوماتنا طبعا بالنسبة لسننا تعبانة قوي في الحاجات دي يعني. ما كانش فيه وطبعا إنترنت وده وكل الكلام ده. وده نتيجة كمان إن عهد عبد الناصر المؤذي جدا، كانت ما فيش انفتاح على أي حاجة. فما كانش يقول لك أي حاجة، ما كانش فيه شفافية. فكنا يعني كانت حالتنا. فالأول رحت على أساس لما قدمت هجرة من مصر طبعا منعون، لأن عندي تكليف وحاجات زي كده. ولكن لما رحت الدنمارك ابتديت اعمل الاجراءات بتاعت الهجره، فعملت هجره لكندا. انا ما بحبش امريكا، سوري يعني، ما بحبش اعيش في امريكا يعني. عندي مشكله يعني شويه، مع ان عندي قرايبي كتير واصحابي وبتاع. فانا كندا كانت عجباني. المهم يعني عملت، ولكن ما عدى كام شهر الا ما يعني وقعت في حب الدنمارك نتيجة النيوتراليتي بتاعتها. وكانوا ناس، حتى أنا لما بقابل دنماركيين جيراني أو أصحابي أقول لهم مش دي الدنمارك اللي أنا جيت لها، حتى دي اتغيرت. كان ناس عظام وطيبين وجمال جدا. وبعدين حصل بقى نتيجة الإجراءات القانونية، كان لازم أروح عشان يمكن الحتة بتاعت باريس دي، وأنا لا أفقه كلمة ولا أزال فرنساوي. ومع ذلك عشت شهرين في منتهى الجمال والانبساط. واتعمل اجراءات، وانا الامل قريب من الصفر دايما.
مش مصدق انه هيندهوا لي تاني يقول لي تعال، وانا كنت حصلت على عقد مهندس وقتها يعني. أيوة، ولكن مهندس في السكة الحديدية. ايوه بعد ما اشتغلت قالوا لي لا، القانون بتاعنا اتغير وبقى كذا وكذا، لازم تطلع وتستنى وبعدين ترجع، ده البروسيجر يعني. فده اللي حصل، عملته، وكان حظي كويس ان انا رجعت ورجعت واستقريت ومن اسعد ما يكون ان انا اخذت قرار ان انا ابقى في الدنمارك. لم تندم على هذا القرار؟ اطلاقا اطلاقا. يعني بتقول لي إنها اتغيرت برضو الدنمارك. أيوة. طيب، إيه التغيير؟ شايف إيه؟ التغيير ببساطة في سنة 73 كان لازم كانوا بيقدموا إن هم يبقوا في الاتحاد الأوروبي. مم. عشان يبقوا في الاتحاد الأوروبي وكأنها يعني تيكت اور ليف ات، عشان الاتحاد الأوروبي الفلسفة بتاعته إن هو يقرب الطبقات لبعض، العالي ينزل والواطي يطلع، بحيث يبقى في افريج. ده الفلسفة بتاعته. فالدنمارك كانت في حتة تانية خالص. الدنمارك اضطرت تنزل، يعني فكان لازم تنزل، لازم يبقى فيها جريمة أكتر، لازم يبقى فيها قلة أدب أكتر، لازم يبقى فيها ديسكريميشن أكتر. طبعا يعني أنا ببالغ بقولها، مش قصدي كده يعني، إنما كان هو ده البرايس إن هم يبقوا في الاتحاد تمام. الأوروبي. هل اختلفت الدنمارك في الأيام أو في الأشهر اللي فاتت بسبب حرب 7 أكتوبر؟ absolutely. أنا شاهد على كده، لأن أنا نتيجة إن أنا ناشط، يعني ناشط سياسي، فأنا يعني في الصورة دايما أؤكد لك. لأن أنا كتبت كتاب أيام الرسوم الكاريكاتيرية اللي كانت في أيوه، الدنمارك. هنيجي لده. اه، نعم. اللي أقصده إن أنا متابع وعارف إن هم موقفهم مش قوي، وموقفهم مش قوي، مش كسياسة، من الناحية السياسية. الشعب مختلف خالص، ناس تانية خالص. اللي حصل إنه 7 أكتوبر كانت حصل تغيير 180 درجة عند بعض الناس. إنه بقى يطلع الرئيس اللي كان رئيس الوزراء، دلوقتي هو وزير الخارجية وكان معارض في الفينسترا دي، اللي هي شوية يمين على اليمين شوية. يعني يعني هم كانوا ضد الأجانب بالمعنى، اتغيروا تماما بسبب الظلم طبعا اللي كنا شايفينه. ولكن أنا كان دايما ليا رأي مختلف، وهو إنه أنا مش متعاطف مع حماس إطلاقا. أنا متعاطف مع الشعب الفلسطيني اللي هو بيدفع الفاتورة. ولكن طول ما حماس، وطول ما الإخوان المسلمين، وطول ما المنظمات التكفيرية والجهادية متصدرة المعارضة بصفة عامة، يعني بتبوظ على المعارضة الحقيقية. بس التغيير اللي حصل إذا تغيير إيجابي، مش جدا تغيير سلبي. جدا جدا. طيب، ده شيء جيد جدا، يعني لأنه يعني ينبئ بأشياء جيدة لفلسطين لما نشوف. بس احب اضيف حاجه، ان هو يعني لدرجه انه احنا كنا بنبقى مكسوفين لما كانوا بيعملوا كل شويه، وحتى في الجامعه عملوها لما لقوا الجامعه عندكم بتطلع وتعمل، راحوا عاملينها هنا. أيوة. لما كنا بنطلع في الميادين العامه كنا بنتكسف، لان كانوا الدنماركيين اكتر من العرب، مع انه في نسبه عرب والله يعني. وانا يعني كنت اخد احفادي واطلع على قد ما نقدر يعني، انما كانوا هم لما بيعملوا حاجه بيعملوها جد. أيوة. فهم واخدينها جد، حكايه دولتين، حل الدولتين. ولكن اللي انا متاكد ان هم مش يحبوا انه حد يخطف حد ويقتله ويعذبه، اللي هي عملته او الفكر بتاع حماس يعني. بس هي يعني ما عذبتهمش الحقيقة، إنما يعني ماشي.
الفكرة يعني. الفكرة، فكرة الخطف آه. ربما طيب عملت في هيئة السكك الحديدية الدنماركية، ويمكن ده يخلينا شوية نرجع وكمان حضرتك متخصص إنشاءات وكباري ايوه بالتحديد. ايوه ايوه. طيب أنا عارفة إنها صيانة كباري وكده، إنما يعني إيه رأي حضرتك؟ عشان أصل كلمة الكباري دي بقت يعني نكتة في مصر. ايوه. اللي هو يعني بقينا بلد الكباري، يعني كل آه. ما نتزنق نعمل كوبري. طبعا دي مسألة تخطيط، بس ايه رأيك في الكباري اللي بتتعمل دلوقتي؟ ايام السادات، في فترة من الفترات، مش قادر افتكر سنة كام، كان بنعمل برنامج للصيانة، ونزلت علشان نحاول، ودي أول مرة أتعرف فيها على الدكتور ممدوح حمزة، إنه كان عنده مكتب، وقال لي أروح لمكتب تاني ممكن ياخد، اللي هو كان بتاع اللي هو بقى رئيس الوزراء. ايوه. المهم اللي أقصد إنه في الفترة دي كانت يمكن في نص الثمانينات، كان السادات برضو طلع في مخه إنه يعمل كباري، وكان البلد محتاجة فعلا ايوه كباري، ولكن عمل كباري عشوائية برضو. لدرجة عمل اللي هي كباري الحديد العشوائية، لدرجة هي تعانت، معظمها تعاني، أعتقد معظمها تعاني، لدرجة أنا كواحد بقى يعني مهندس كباري بروح أخاف أعدي من تحتها، خبر. من كتر ما هي يعني مش عارف اقول كلمه عارفها بالدنماركي بس مش عارفها بالانجليزي، ولا يعني حاجه محزنه جدا ان تشوفي كوبري مهلهل بالطريقه دي وانت زي اني مهندس كباري، زي اني. كباري. مثلا المجموعه الكباري اللي انا شفتها كانت في ابتداء من ابو العلا، وفي العتبة، وفي حتة اسمها الدرب الأحمر أو حاجة زي كده. مم. كانت كباري بتتعمل، ودي معروفة من الناحية الفنية، إن بتعملي كباري جاهزة، كباري حديد جاهزة وتيجي نعم. تركبي. نعم. إنما لما تتركب بطريقة يعني ما فيهاش الناحية الفنية المظبوطة، أو هي نفسها مش هي، أو اللي أنت بيمشي عليه حاجات مش مناسبة للحجم بتاعه، دي كانت فكان ساعتها كان أنا بنزل عشان أعمل تقرير وأقول، وكتبت ده في جورنال من الجرايد يعني، وفي الأهرام أفتكر، إنه في حاجة غلط هنا وخلي بالكم. ده من ساعتها. اما بصفه عامه يعني طبعا الكباري دي حاجه جميله بتعمل، انما هي الفكره حاجتين: هل هي تستحق تحط في الحته دي، وهل لها اولويه، هل ليه عندنا فلوس للاولويه، لان كباري دي بتبقى شويه رفاهيه، يعني مش مستحيل تيجي قبل الاكل والشرب والصحه والتعليم، مستحيل هنا يعني. فدي طبعا بالنسبه للتو ماتش، لدرجه انا ساكن تقريبا، انا جيت وانا 3 سنين في منطقه اسمها سانت فاطمه، مصر ايوه. الجديده. مم. هل تتخيلي، انت طبعا عارفاها، ايوه طبعا. عارفه كنيسه سانت فاطمه، طبعا حمراء. هل حضرتك تتصوري ان انا اتوه في الحته اللي انا تقريبا اتولدت فيها، ايوه. اتوه من كل كتر الناس الكمال؟ بتشتكي من الحكايه دي. هل يتخيل ان انا ابقى واقف عند بتاع اللي في الميدان، واحد مشهور بتاع فول وطعميه، مش شايف الكنيسه، والكنيسه مغطيها الكوبري تماما مم. مثلا؟ ده مثال على انهم عملوها تو ماتش وزياده. بجانب انا اخدت صور كتيره وبعدين مسحتها نتيجه ان انا كنت هتمسك اكيد فيها، ان انا ان هم يقعدوا تحت الكباري القهاوي ايوه، ايه رايك فيها دي؟ حاجه مش معقوله، والاطفال. خدت شويه صور المره دي، الكلام ده برضو من زمان، انما برضو ايام مبارك كان عملت حاجات كتيره لا يمكن افكر اعملها دلوقتي، ممكن نتكلم عنها ان احنا في عهد مختلف تماما. طيب كلمنا عنها شوية.
يعني مثلا انا انا هاوي كتابه، يعني انا لا نعم. محترف ولا بكسب منها ولا حاجه، نعم. ومع ذلك كنت اكتب مقالات في الشروق، وعندك ابعت. كتب كتير، أكثر من كام، 12 كتاب؟ عندي 12 كتاب، آه. بس منهم مترجم نعم. يعني متكرر يعني. انما كنت عندي مئات، مش عارف كام، يعني مئات المقالات في حتت مختلفه، وفي بلوج، كنت في الشروق وفي اليوم السابع أيوة. وفي المصري اليوم. نعم. كل ده ايام مبارك. من سنة 2014 ما كتبتش ولا حاجة، واترفض تماما. حتى كان عندي مع الأسبوع السابع اليوم حد السابع. إن أكتب كل أسبوع، وقلت لهم أنا ما أقدرش أكتب، أنا مش شاطر يعني إن أنا أكتب كل أسبوع. ومع ذلك وبعد شوية لما لقوني بخبط في النظام، راح قالوا لي وقفوها. غير متاح. وقفوا لك برنامج كمان، مش كده؟ في برنامج هو في برنامج ندموا ان هو عملوه، كانت اسمها لقاء. النيل. كلام فاضي والله. ما يعني انا حتى اولا انا على فكره يعني، ولو هتعدي على الحاجات اللي بكتبها ومقالات، عمري لا شتمت في السيسي، ولا شتمت في مبارك، ولا شتمت في عبد الناصر، ولا أيوة. شتمت فيه. نعم. نتيجة ان مش ده الاسلوب. انا بتكلم، انا بحاول اقول حاجات موضوعية وبنتقد نقد. استعجبت بقى الست اللي بتعمل معايا الحوار. الانترفيو، مم. ان انا لا، ده هي جايباني عشان اقول كلام كويس على اللي بيحصل. فطبعا قلت لها لا، قلت لها ما ينفع. وعملت قبل كده برضو مع وصال، برنامج وصال ده مشهور وكويس، والبنت كويسه قوي، اسمها مش فاكر اسمها ايه. عملنا برنامج جميل جدا، ومع ذلك ده كان ايام مبارك. مم. ومع ذلك واعترضت، وقلت اللي انا عاوزه بالظبط ونزل يعني. عادي. مم. ونزل عادي وموجود لغايه دلوقتي عادي. مم. لا، مقابله مع دلوقتي وصال. مختلف. مم. اه يعني انا بقول انه في فرق كبير دلوقتي. فدلوقتي لا بقدر اكتب ولا بقدر اخش. يعني انا ما اقدرش انزل مصر. مش انا مش عارف، انما عملوا لي الخوف. يعني نجحوا في ان هم يخلوني ان انا قلق. وطبعا انا عندي مشكله مع اولادي واحفادي ومراتي، انه مش عاوز اعمل لهم يعني مشكله طبعا. فالنتيجه طبعا ان انا بنزل، احاول انزل مع ما اقدرش ما انزلش يعني بلدي مهما كان يعني. وفي نفس الوقت بيني وبينك يعني ببقى عاوز اشوف الحاله وصلت لفين على الطبيعه. يعني أيوة. بركب مع التاكسي وبركب مع ولما كنت بنزل مصر كنت بتعمد اركب الاتوبيس، نعم. مراتي تقول لي ايه ده، ايه اللي انت بتعمله؟ قلت لها دي متعه لا مثيل لها. انا صحيح. بقعد وابقى عادي ومستعد البس جلابيه كمان، بس عشان اسمع الناس بتقول ايه. ودي نفعتني كتير طبعا في كتاباتي وتحليلي يعني. مم. فاللي بيحصل ان انا انزل مع فوق سياحي، انما خايف اي حاجه تحصل. مم. طبعا منفيين. طيب. طبعا. ما يعني انا بعتبر ان انا منفي بارادتي، بس لمده 54 سنه طبعا كتيره يعني. ومشكله ان احنا يعني دي حاجه جانبيه، ان احنا عايشين في بلد مزعجه. البلد اللي احنا عايشين فيها مزعجه من ناحيه ايه؟ كل حاجه فيها بيرفكت. ده انتوا مزعجين جدا يعني. فاللي بيحصل ان هي بتقرفنا احنا في ايه؟ ان انت عايزه تقارني، ما ينفعش. أيوة طبعا. ولكن ما بتقدريش تقولي ما هو ما فيش اسباب. ما انا عايش معاهم، ده انا عايش معاهم طول عمري تقريبا. فما فيش اسباب غير الاراده بتاعتهم، وغير النظافه والشفافيه والحاجات بسيطه. فبزعل طبعا على مصر، ليه ما يبقاش عندنا؟ كنت تسببت في إنه المجمع اللغوي الدنماركي اه وغير كلمة ايوه محمدانة أو محمدانه. ايوه. محمدن، مش كده؟ لا، اللي هي كانت بتتقال محمدانه محمدانة. بالدنماركي يعني محمدانه. وطبعا كان فيها زي ما انا كتبت اهانه جامده يعني. بتطلق على المسلمين. تحكي لنا شوية
حصل إيه؟ بداية أولا أنا من وأنا عندي 17 سنة أنا مش متدين، سوري يعني. أنا عندي موضوع تاني خالص في الدين، ودي عامله لي مشاكل كتيرة مع عيلتي ومع أصدقائي. أنا خسرت معظم أصدقائي بسبب يا الدين يا السياسة. مم. يعني يا إما أنا عشان ضد السيسي، يا إما أنا عشان مش بصلي ومش متدين. فأنا عندي وكتبت فيه كتاب اسمه المحاكمة. أتمنى إن أنت، أنا عارف إن أنت متدينة شفت، يمكن أيوه، شوية، لا لا، إنما شفت طبعا. لأنه هو يعني واخد مجرد حوار بين أصحابي يعني. وبعت للمجمع اللغوي وعملته وغيروا فعلا وأصدروا، وقالوا في حاجات صعب إن أنت تجبر الناس عليها مم. تقولها، مم. لكن إن هم يحرموها اتحرمت في الجرايد وفي التلفزيون، ودي كان ده إنجاز ساعتها. الكلام ده من زمان قوي. أيوه. كان سنة 75. 75. نعم. أيوه. طيب، وكتبت كتاب ملف محمد، أيوه. آم، وده كان على الرسوم المسيئة للرسول. أيوه. آم، احكي لنا شوية، لما بدأت الحكاية كان إيه الوضع في الدنمارك؟ كانوا بيفكروا إزاي؟ حضرتك كنت بتفكر إزاي؟ ليه كتبت الكتاب؟ آه، بداية في الوقت اللي جه فيه الكاريكاتير، احنا بنتكلم على 2005. نعم. في 2005 وقبلها شويتين كده، كان مشكلة مع الأجانب، اللي هي إيه؟ أنت عايشة في بلد تقريبا فيها البرفكشن، يمكن ساعات بتبقى زيادة عن اللزوم شوية. نعم. فلما أنت حد يجيله من كالتشر تاني، لا تتصوري والله، وانا يعني شاهد على كده، انه كانوا بيدوا لهم جميع المعونه وجميع فير جدا. كان الناحيه الانسانيه عندهم عاليه جدا، ان هم يبنوا الجوامع وان هم يعملوا، ولكن استغلت واستغلت واستغلت مرارا وتكرارا، طبعا بالذات من العرب المسلمين. ودي عملت زي حزازيه ما بين هم عندهم شوية قيم بيعتبروها هي البايبل بتاعهم، يعني ما فيش مناقشة فيها، وابتدينا احنا نعرفها ونحترمها، ومنها حرية التعبير. هنا عادي جدا ان انا او اي حد يرسم الملكة بتاعتهم اللي هم بيحبوها جدا على هيئة كلب أيوة. مثلا يعني. لدرجة انه كان عارفة الشباشب زنوبة دي، مم. كان في وقت من الأوقات موضة، وفي الشبشب نفسه محطوط يوسس مثلا. عادي، ما فيش حاجة. بلد بسيطة ولكن حرية التعبير عندها. فلما طلع الراجل بتاع الرسومات، قلنا جميعا الدنماركيين والمسلمين والعرب اللي مع واللي ضد، انه انت كده تعديت خط بتاع حرية الآخر يعني. ليه الاستفزاز؟ فده كان الكتاب كله ان انا، ولكن في نفس الوقت كتبت كمان، يعني انتقدت الدنماركيين ان هم او اللي المتطرفين منهم يعني، وكمان انتقدت السلوكيات بتاعت المسلمين اللي هي وصلت الفكره الوحشه عن الاسلام يعني. فاللي حصل ان المسلمين زعلوا مني والدنماركيين زعلوا مني. الكتاب دون، ولذلك الكتاب دون كان يعني بحاول مش انا ما برضيش حد، انما بكتب اللي انا شايفه من ناحيه، شايفه من ناحيتي وشايفه من ناحيتي، فتزعل مني من ناحيتين ودي كانت النتيجه. مم. يعني ناس كتير بتقول أيوة هي حرية تعبير، لكن يعني زي ما حضرتك قلت هي استفزازية شوية. آم، بس لماذا تقف، هذا ما يقوله البعض، أيوة. لماذا تقف حرية التعبير عند إسرائيل؟
ده موضوع بقى عظيم، وأنا برضو كاتب فيه واحد كتاب من كتاب تاريخ اليهود في الدنمارك، بتفاصيل شوية. هم عندهم طبعا زي ما احنا عارفين الهوليكوست ده عمل لهم عقدة شوية. نعم. يعني حسيت ان الدنماركيين وبقية اوروبا حاسين ان هم مذنبين في اللي حصل، مع انه وهم الالمان هم كذلك، وهم اه كذلك. وهم كذلك. يعني فاحساسهم بالذنب ده جه على حساب القضية الفلسطينية. مم. القضية الفلسطينية يعني هو مش الضعيف في المسألة هي القضية الفلسطينية من ناحيتنا احنا. دي النقطة الضعيفة، لأن احنا ما عرفناش نبيع القضية مظبوط. نعم. ولذلك أنا يعني كتبت مقالة زمان قوي في السبعينات اسمها حتى لا تتوه القضية الفلسطينية. وبعدين بعدها ب10 سنين كتبت وتاهت، ما معناه وتاهت القضية الفلسطينية. مم. وبعدها ب10 سنين انتهينا من القضية الفلسطينية. وده نتيجة كل ده بالظبط بسبب سلوكياتنا احنا، بسبب الدين في السياسة اللي هي أنا ضدها تماما. سنة 2012 كان ليك موقف من الانتخابات، ووقعت كمان على استمارة تمرد كما وقع كثيرون. أيوه أم، هل أقلقك وجود الإخوان المسلمين في السلطة؟ جدا. مم. طبعا مش فير، لأن أنا أصلا مش متدين، أي. ومش متدين فأنا ببقى الأسباب بتاعتها إنه الأديان دي ما هياش مع هوايا يعني. فطبيعي جدا ان انا كنت مش يعني متضايق جدا. ولكن زي ما كتبت في برضو في كتاب بتاع الربيع العربي، مم. ان دي احسن حاجة حصلت لمصر، وهو انه الاخوان المسلمين جم لمدة سنة وبنفسهم شافوا انه ما ينفعش. فلو ما كانش كده كنا هيفضل دايما موجودة المسألة دي، وهيفضلوا ينخربوا علشان يوصل. وصولهم خلى طبعا هم ما هبطوش ولا حاجة، وبيشتغلوا تحت الأرض للأسف تماما يعني. ولكن على الأقل السنة دي عرفتهم، لأن اللي كان بيرفضهم ناس متحجبة مثلا، ناس متدينة، مم. ممكن شيخ جامع. فمعنى ذلك ان هم لغزوا تماما، لانه وده انا كتبت فصل كامل عنه، ان احنا مصر معتدله في التدين، زي ما حضرتك عارفه طبعا انه ما احناش بتوع الحاجات دي. انا لما برجع انا حاطط صور غريبه جدا في السبعينات ولا في الستينات. وبعدين انا عايش من ايام فاروق. مم. فلما انا يعني عشت ايام فاروق، ومن ايام فاروق وانا قاعد ابص على حاجات حصلت، احنا عمرنا ما كنا زي الفتره اللي احنا فيها دي. بالنسبه للخزعبلات اللي عند الناس من ناحيه الدين. وما اعرفش طبعا الدين المسيحي مش متابعه قوي يعني، انما نفس اعتقد الحاجة. انه برضو اي تدخل دين في السياسه ما ينفعش. طبعا. طبعا. ما هي واضحة هنا في أمريكا يعني. مثلا يعني قابلت اتنين آه، جولكم الدنمارك، أعتقد الفريق مميش رئيس ايوه هيئة قناة السويس، وكمان قابلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. نبيلة مكرم بالتحديد آه، قالت إنه ما يصحش المصريين ينشروا غسلنا القذر للأجانب. ايوه ما عجبكش الكلام؟ الكلام ده كان السفارة عملت لنا اجتماع، يعني ما بتبقى فيه للجالية المصرية. مناسبة ورحنا، وهي راحت مديانا دي في الوش، فانا وقفت بمنتهى البساطة، وده متسجل معرفش في الفيديو ولا ايه، ان قلت لها الغسيل لازم ينشف، ولازم يتعرض للهواء عشان ينشف وعشان يتنظف. ما فهمتش طبعا انا قصدي ايه. فرحت قلتها لها بالطريقه التانيه، قلت لها الكلام ده انا
كل اللي قاعدين ده ما نفهموش، ما نفهمش يعني ايه. الناس اللي عاشت هنا شويه في الدنمارك ما يفهمش يعني ايه ما تنشرش غسيلك الاسري. بجانب ان هو اولا لازم يتنشر، بجانب ان انت بتعملي حاجه غلط. قالت لي لا انا لازم اتكلم معاك بقى على جنب وبعدين يعني هتضحك عليا مثلا طبعا. مم. فما ما يعني للاسف حاجه زي كده مش ما هو يعني في حالة تخويف دائمة، يعني إنه يعني ما ننشرش الغسيل القذر عشان يعني في المؤامرات والحاجات اللي بتحاول، وهي إلى حد كبير في مؤامرات، لكن يعني لا مش مش بالطريقه طبعا، مؤامرات موجوده. نبيله دي برضو عملت بعد كده بكام سنه برضو عملت بايدها أي. حركه كده. فانا استعجبت ازاي واحده وزيره تقول كده. فكنت يعني ضميري مستريح ان انا اديت لها يوميها يوم الغسيل الاسود. طبعا. لا لا، كان يعني كلام فاضي يعني. يا. طيب، والفريق مميش قال لك الفريق. احنا يعني اختصرنا عشان الرئيس طلب انه نختصر مدة عمل القناة الموازية، ولا التفريع، ولا مش عارفة مسميهم ايه. يا. فحصل ايه؟ انا اقول له ارجوك ما ينفعش، قول لهم حاجه تانية عشان ما نزودش. خلي بالك احنا بنتكلم على افتكر 2014 يمكن ولا حاجه. ما كانش لسه 2015. ما كانش لسه مصيبه ان السيسي يبقى هيفضل موجود ويعمل اللي عمله ده، ما كانتش المصيبه دي موجوده. فكنا عندنا لسه لا يزال امل ان ممكن نتحول لدوله مدنيه بعد سنه بعد اتنين. ده كل شويه يعني عايشين على الامل ده. فانا كنت فهو فكان واقف كان يوميها وزير الخارجيه على ما افتكر الدنماركي عامل المؤتمر ده وبيتكلم. فهو قاعد بيفخر ان هو كل شويه يكررها. قلت له اغمزه واقول له بلاش بلاش دي، دور على حاجه تانية. قول علشان هنعمل 3 شيفت، بلاش حكايه ان ال3 سنين. وبعدين بيقول ايه؟ ايوه، علم. علم وينفذ. لا ما دي اللي احنا عارفينها مش كده، علم هنا. ايوه هو بيقول له علم ونفذ. ايوه، صح. يعني علم اللي هي ونفذ يا فندم. يعني مم. فاقول له ارجوك تغير. المهم هو برضه عمل في السبيتش بتاعه كم غلطه في انه هو بيتكلم على الشركات الشراكه بيننا وبين البتاع، ويقول عشان كويس علشان كمان احنا ننشر الاديان. يخرب عقلك، حد يقول كده؟ قلت له انت جاي يعني حد يقول كده؟ تنشر الاديان. وبعدين مصمم يقول لهم ماي براذر ماي براذر. الكلمه دي ما عندنا، ما لهاش معنى عندنا خالص. ايوه. المهم كل الملاحظات دي هو خدها باستهافه، استهانه ولا whatever جدا للاسف. و... وقت و... جيش بقى. دي للاسف قابلنا منهم كتير من ايام كمال علي. ده كمان ايام عبد الناصر كان واحد اسمه كمال علي، كان هو رئيس ناس يعني انا شايف ان انا ما اقدرش اتعامل ولا اثق حتى فيهم، انما اثق فيهم في الجبهه. جيش يعمل شغل الجيش يعني. ولذلك حتى إلى الآن تثق فيه في الجبهة؟ لا، لا. انا بقول كجيش اثق فيه في الجبهه، انما بعد اللي حصل، لانه هو اللي حصل ان هم مش هيعرفوا سكه الجبهه بعد انه يبيع زيت ومكرونه وحاجات زي كده ويتغلغل في مفاصل البلد بطريقه لدرجه 72% من المحافظين جنرالات. فده لما بقى يعني عندي بعض الاصدقاء هنا منهم وزير قديم، وزير خارجيه قديم، بيقول لي انت بتهزر، انت مش. قلت له ما هي دي البلد اللي انتوا عاملين تعاون معاها. قال لي لا دي موضوع والسياسه وان احنا ضد الدكتاتور ده موضوع تاني. قلت له لا، طول ما هم عاملين موضوعين مش طبعا هنقدر، مش هينفع. طبعا. مم.
طيب عملت محاضرة أعتقد في مصر كانت عن الشفافية، مش كده؟ عملت مرات كتيرة عن الشفافية، وكلها كانت أيام مبارك، ولا حد وقفني. أيام مبارك كلها. مم. ولا حد. وكنت بعملها فين؟ لو تعرفي حضرتك حاجة اسمها المنتدى الثقافي، أيوة. كان اللي ماسكه كان راجل ظريف قوي، اسمه كان سفير الغمراوي، حاجة الغمراوي. مم. ما كانش عنده مانع ان انا اقول، وكنا قاعدين وبنقعد نتناقش، وكان موجود فيها ناس، الوزير مش عارف زهران ايه، ومش يعني كان ناس كويسه وبنناقش، ولا حد كان بيقول لنا حاجه. وعملت في الروتاري، وفي اماكن مختلفه كتير. يعني عملت في حتت كتيره ما كانش، وكان بلاقي ايجابيه مع الناس اللي قاعده بتقول لي معاك حق، لان انا كنت طبعا غلاسه يعني بتكلم بصفه عامه عن الفساد، لكن مركز طبعا على الفساد بتاع مصر طبعا يعني. مم. مم. خصوصا المشكله كمان المزعجه، الغلاسه بتاعت الدنمارك، ان هي من 12 سنه 10 مرات نمره واحد. ازاي يعني؟ مش غلاسه دي؟ يعني انا بقول لهم كده طبعا بنهزر يعني، انما والله يوم ما بيطلعوا نمره اتنين يبقى ما بيكلموا بعض في الشارع متضايقين. أيوة. مم. ناس عندها اراده، ولذلك هم محتلين الترتيب حتى في السعاده. ولما فنلندا خدتها بدلهم السنه اللي فاتت ولا من سنتين، ناس زعلت قوي، حصل لهم اكتئاب. فانا يعني من ناحيه كويسه، حسن حظ ان انا عايش في بلدنا، ما سوء الحظ ان هي بتستفزني طول الوقت، أيوة ان انا طبعا طبعا. استفزت اوباما لما كان هنا. اوباما لعلمك يعني، اوباما جه مرتين رسمي الدنمارك ايام ما كان رئيس، وثلاث مرات مش رسمي. مم. بقى بيحب الدنمارك، وكان في مناقشاته انه يقول يتمنى انه يطبق النموذج الاشتراكي، لان هو اشتراكي رأسمالي. نعم. قدروا نجحوا في دمج الاثنين مع بعض. مم. فطبعا عددهم صغير، فبرضه ده ممكن يبقى عذر لينا. طيب ما هو حجم الجالية المصرية في الدنمارك؟ هل يعني. في أرقام؟ في رقم؟ طبعا 600 عيلة، 600 تضربيها افريج 3 4 حاجه زي كده، مم. فاحنا حوالي 2500 2600 بالكثير، ولا حاجه جنب الجاليات طبعا بتاعت تركيا وفلسطين ودوكم بعشرات الالاف يعني. مم. مم. و فاحنا مش، ومع ذلك مع اننا عدد صغير، ومع ذلك عندنا للاسف ثلاث جاليات منفصله عن بعضها، لانه السياسه طبعا البلد معشعشة في مخنا كلنا. فجزء مع الإخوان المسلمين عامل له رابطة لوحده، ورابطة تانية اللي مش عاوز يبقى مع مصر خالص اللي هم جمعية صداقة مع الدنماركيين. وأنا عامل واحدة اللي بحاول يعني أعمل توازن ما بين اللي هي، ومع ذلك عندي بتاع 400 عضو ولا حاجه، كافيين ان انا المسج بتاعتنا بتطلع، اللي هو بنحاول نعتدل، وحتى قايلين في الصفحه بتاعتنا ممنوع لا السياسه ولا الدين، لان حصل لما بنتكلم في السياسه والدين بيتخانقوا وبيحصل، طبعا. وده بسبب بلدنا طبعا. مم. مم. بلدنا هي السبب. رأي الجالية الأول في المستقبل مصر، هم عايزين إيه وشايفين إيه؟ إنما نعم. بما إنه ما فيش كلام في السياسة والدين، إذا هسأل رأيك أنت. بس قبل اقول انه في حد واحد مولود، هو يعني مصري دنماركي مولود، عامل صفحه اسمها اكتب زي ما انت عاوز، اسمها وزاوت سنسورشيب، يعني صفحه. مم. فده هو المنفذ يعني. مم. ولكن مؤخرا عمل لي بلوك، لان برضو يعني مش عاوز. فانا ده لسه، ده موضوع لسه بقى جديد حديث. censorship وعمل بلوك إزاي؟ فانا قلت له ازاي يعني. لكن فديا بنتحاور جدا مع بعض، وبرضه في قسط من المحاورة لما بنقابل بعض في رمضان، في
في السفاره في العيد بتاع، بيبقى في محاورات، وفي نتيجه التواصل الاجتماعي عملت شغل جامد قوي ان بنتواصل في الفيسبوك مع بعض يعني. انما للاسف انا مثلا بالنسبه لي خسرت اصحاب اعرفهم من 50 سنه بسبب يا اما السياسه يا اما الدين، ودي حاجه انا حزين جدا عليها طبعا. طبعا. جدا، ان انا خسرت الاصدقاء دي. وحاولت اقول لهم ما ينفعش ندخل ده، ما فيش للاسف يعني. مم. احنا حوالي 2600 كل العدد الموجود، وباي ذا واي عندنا حد اتنين ستات عندهم 92 سنة. ما شاء الله. اه، وجايين وهم صغيرين يعني معظم حياتهم. طبعا اسلوب الكوست والحياة هنا هو يعني يخلي الناس تعمر اكتر شوية عن العادي يعني. آه. طيب، رأي حضرتك في مستقبل مصر يعني، ايه رأيك؟ المفروض يتعمل ايه؟ طيب اولا انا بس انا هبقى مش الافريج، ايوه. لان انا لا، هبقى انا شويه. بسأل رأي حضرتك. رايي انا اللي هو مش افريج، ايوه. نتيجه ان انا شديد قوي في حكايه وحريص جدا ان ما يبقاش في حاجه اسمها الدين في السياسه مم. زياده عن اللزوم. حتى ان انا اختلفت مع تكنوقراط مصر، وانا من مؤسسين بتوع تكنوقراط مصر، وناس عظماء كلهم لو انت تعرفيهم او عارفة. تسمعي عنهم، مم. دكتور وهبه وغيره اسماعيل. كتير، ومختار كامل والجماعه دول ناس يعني انا بعتبر ان انا سعيد ان انا اتعرفت عليهم. ولكن اختلفنا في نقطه ان هم ما عندهمش مانع شويه حته الاسلام السياسي، واي نوت. وانا بقى قافل الحته دي تماما لعشرات الاسباب. فانا مصر اذا ما كانتش هتتحول دوله مدنيه فرجتت يعني، مش ما يبقاش لها مستقبل طب مع اي الإسلام نظام. السياسي بمعنى ايه؟ بمعنى ان تدخل الدين في السياسه. فانا زي ما انا دلوقتي عاوز الجيش ما يخشش في السياسه، زي اسوه بان الجيش ما يخشش في السياسه، عاوز انه الدين ما يخشش في السياسه مم. ولا يخشش في الحياه اليوميه بتاعت كل يوم. ده انا بشوف حاجات احتمل يكون حاجات مبالغه شويه في الفيسبوك ولا التيك توك ده ولا ايه ده، انما حاجات بشعه. يعني مصر في 2024 لا يزال فيها حاجات عجيبه جدا، ناس متدينه وناس متواكله بشكل يجنن يعني. يفقدك الامل انه يبقى في امل، يعني يخليكي تفقدي الامل. اذا استمرنا انه حد لما طفل عربيه قتلته يقول له قضاء ربنا. هو انت عاوز تعارض قضاء ربنا؟ لما حد يقول كده انا بترعب، بخاف. طيب، آخر حاجة قلت إنه لازم نتوقف عن الحديث عن الاقتصاد والغلا والكورة، ونتحدث فقط عن تغيير الدستور وعن استفتاء تقريبا يستثنى منه العسكريين. مم. اشرح لنا شوية. يعني انا بقول زي ما احنا بننتقد الجيش او الحقيقه الجيش انا مش عاوز اظلمه واذكره في اي جمله، فانا دايما اقول المؤسسه العسكريه او السيسي او اي حاجه. فزي ما احنا بنقول ان هم حطوا اولويات غلط، فانا بقول دي الاولويات بتاعت السياسه والاقتصاد والحاجات دي. انا بقول إن الجزء الثقافي اللي هو الكالتشر بتاع مصر عاوز يتحط له اولويات. مم. انا قبل ما افكر اغير عشان الاسعار، مع انها حاجه ريليفنت وحاجه مهمه جدا لحياه الانسان، أيوة. انما قبل كده في حاجات بسيطه تانية صغيره هي اللي لازم تتغير. يعني انا بقول انه الفقير في معصور عصره غير عاديه، بجانب ان هو ما بيتعلمش، انما الفقير بيزداد فقر. وانا عامل يوتيوب بتقول ليه الفقير بيزداد فقر، لانه حتى الحاجات اللي الرخيصه اللي بيشتريها بتفقره زياده. ليه؟ لانها مش معمره، لانها بتجيب له كانسر، حاجات بتاعت الصين مثلا دي. يعني هو مضطر يعيا ومضطر يفقر، مضطر.
إن هو لما بيشوف لعبة أطفال مثلا في البلاستيك تمنها رخيص، عاوز يجيبها للطفل بتاعه، مش هيقدر يجيب، فبيجيبها وتخسر بعد دقيقتين، فبيزداد فقر لأنه هيضطر يشتري واحد تاني، بينما الغني هيشتري الحاجة الكويسة اللي هتعمر معاه، فالغني بيزداد غنى والفقير بيقل فقر. اللي أقصده يعني إنه في أولويات تغيير في جزء الكالتشر، الثقافة بتاعت مصر، ولا يزال على أساس إنه برضو الدين ما يخشش في حياة الإنسان يعني. وبعدين إحنا عندنا يعني مشاكل كتيرة عشان حتى إن يحصل تغيير الديمقراطي. الحاجة اللي أنا كاتب عنها كتير قوي الحتة دي، فك الاشتباك بتاع الاقتصاد الجيش اللي تغلغل. انت يتهيألك ان هو سهل، انا شايف ان هو صعب جدا. دي هتبقى من اصعب المشاكل، ودي هتحتاج سنين، وهتحتاج يمكن ثورة دموية كمان، طبعا علشان طبعا. اذا ما استوعبش الناس العقلاء اللي في الجيش انه يعملوا فك اشتباك بالعقل وبما يرضي الطرفين يعني ما بنقولش ان هم يسيبوا الاقتصاد خالص، انما مش بالطريقة اللي موجودة حاليا يعني. المهندس محي الدين غريب، الكاتب المصري من الدنمارك، ألف ألف شكر. أنا اللي أشكرك جزيلا، أتحت الفرصة إن أنا أقول اللي عندي يعني. ألف شكر.